النظام الغذائي السنة دي في رمضان مش زي كل سنة لأن الهرم الغذائي اتغير. يوم 7 يناير نزلت تعليمات جديدة تخص التغذية، أهم رسالة فيها إن الكالوريز مش ايكوال، يعني لو أنت خدت 1000 سعر مثلا من بروتين مش هم لو خدت ال1000 سعر دول من سكريات، لأن الجسم بيفهم الكلام ده ويترجمه بطريقة مختلفة عن اللي الناس متخيلة. خلينا أشرح لكم ببساطة كده أهم نقط حصلت. كان زمان النشويات قاعدة الهرم والبروتين أصغر حاجة، النهاردة القاعدة اتغيرت وبقى البروتين هو الأساس. طب البروتين ده مهم في إيه؟ أولاً أكتر حاجة بتدي إحساس بالشبع فبتاخد منها كمية مش كبيرة قوي. تاني نقطة بتحافظ على العضلات وده بيساوي حرق زيادة، فالبروتين كمان اتغير الاحتياج بتاع الجسم. يعني المنظمة كانت بتقول إنه زمان كان 8 جرام محتاجينه لكل كيلو، النهارده اتغيرت بقت 1.2 جرام لكل كيلو. ده معناه ان الجسم محتاج بروتين اكتر وده المينيمم. النقطه الثانيه اللي المنظمه اتكلمت عليها هي الخضروات والالياف، دي نقطه مهمه جدا عشان الميكروبيوم او البكتيريا النافعه اللي بتعمل توازن في حركه الامعاء. ثالث نقطه كمان مهمه وهي الدهون. الدهون على فكره الصحيه مفيده ومطلوبه لانها اولا مهمه عشان المخ، نقطه ثانيه عشان توازن الهرمونات وامتصاص بعض الفيتامينز، بس اهم حاجه الدهون الصحيه وبكميات معتدله. النقطة بقى اللي مفاجأة ومهمة جدا، كان زمان مسموح بالسكريات بكمية صغيرة، النهاردة التعليمات بتقول انه زيرو از بيست. لو انا شلت السكريات دي خالص من الغذاء بتاعي انا صحيا هبقى احسن واموري كلها هتبقى افضل. دي كانت ملخص التعليمات المهمة. احنا مهتمين بالكلام ده جدا مع تيم التغذية لان احنا بنتعامل مع الجسم مش ان هو آلة، الجسم ده ذكي جدا وبيفهم الحاجات اللي داخلاله وبيتعامل بطريقة مختلفة. دورنا كتيم ان احنا نساعدك. احنا عاملين بروجرام عبارة عن 35 خطوة بتساعدك ان انت تخس كويس وتحافظ على الوزن بتاعك بعد عمليات.